تعالوا نعمل مع بعض عصير الانتعاش. هنعمل عصير الكركديه بالتمر الهندي، بجد طعمه في منتهى الجمال ولذيذ، وهيوفر عليكي جهد كبير جدا لو جالك ضيوف على غفله. عندي هنا نص كيلو من الكركديه، غسلته كويس جدا وصفيته، هو ده شكله. هبتدي انزل بيه في الحله زي ما انتم شايفين كده. كمان معايا لفه وزنها حوالي 400 جرام من التمر الهندي. هبتدي بقى افك الكيس كده وهقطعها لفتافيت وهنزل بيها على الكركديه. كميه الكركديه انا عارفه كبيره، لان انا دايما ما بقطعهوش من عندي، دايما عاملاه وبحطه في الفريزر واطلع منه مكعبات كده، واعمل في اي وقت حابه اشرب حاجه ساقعه ترطب على قلبي، او لما يجي لي ضيف على غفله. بجد طعمه منعش جدا وفي منتهى الجمال. بعد ما قطعنا التمر الهندي بالشكل ده، هنضيف عليهم حوالي 2 لتر ونص من الميه، ميه من الحنفيه عادي جدا. بعد كده هنرفعهم على النار ونسيبه يغلي مع بعضه لحد حوالي تقريبا من 5 ل 10 دقايق، لحد لما تلاقيه بدأ يتهري معاكي من كتر الغليان، يكون كده هو استوى ويكون نزل كل العصارة بتاعته. بعدين هنرفعه من على النار ونسيبه حوالي 5 دقايق كده يهدى، ونصفيه في مصفى واسعة زي ما انتم شايفين كده. هنضغط بقى عليه، يا اما نسيبه لما يبرد، يا اما نضغط بمعلقة كده ننزل كل العصارة بتاعته. وطبعا الطفل اللي فوق ده هنضيف ليه ميه، لان احنا عاملين كميه كبيره جدا، فشايفين طلع قد ايه ما شاء الله، وشايفين مركز جدا جدا. اللي في البوله او اللي في المصفى التانية دي لسه هضيف ليه ميه من الحنفيه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي كمان اصفيه، لان انا عامله زي ما قلت لكم حوالي كيلو من ده على ده، يعني حوالي كيلو هصفيه. هينزل كتير جدا، وشايفين لونه غامق يعني مركز، يعني محتاج ان هو يتصفى مره واتنين وتلاته. يبقى احنا الاول صفيناه في مصفى واسعه وضفنا ليه ميه، خلصنا نزلنا كل العصاره اللي فيه. بعد كده هنجيب مصفى ضيقه من بتاعه العصير ونبتدي نصفيه زي ما انتم شايفين كده. هنصفي برده كل الكميه، نعيد عليها تصفيه، شايفين بيطلع منه شوائب زي ما انتم شايفين. هصفي بقى كله ده بعد ما كنت صفيته، رجعته كله في الحله الكبيره، وهبتدي اضيف ليه السكر. الكميه دي هتاخد حوالي كيلو من السكر، لكن انا هضيف تقريبا كده كيلو الا ربع او نص كيلو، زايد شويه. انا مش بحب الحاجه سكرها مظبوط، يعني بحب اقل من المظبوط بشويه، فضفت حوالي نص كيلو من السكر. هجيب بقى علب تلاجة، هجيب الحاجات بتاعت التلاجة دي، المكعبات هفضي فيها واملاها كلها وبقفلها واغطيها واحطها عندي في الفريزر. في اي وقت حابه اشرب عصير كده منعش او يجي لي ضيف، اطلع المكعب، اطلع بالمعلقه كده منه. يعني ما بيكونش متلج بقى زي الميه، لا ده بيكون يعني عامل زي مرمل معاكي، اللي هو لو كحتيه كده بالمعلقه عامل زي الايس كريم بالظبط، كحتيه كده بالمعلقه هيطلع معاكي. انا هنا كنت بصب كاس كده من قبل ما ادخله التلاجة، يعني من وانا لسه عاملاه كان لسه يعني يا دوب بارد كده، فضيت شويه منه وزودتهم بميه، وطبعا هو كان متحلي، شايفين شكله بجد يشهي ويفتح النفس. والطعم بقى مش قادره اقول لكم، تحفه يا جماعه ومنعش جدا جدا. جربوه، متاكده ان هيعجبكم جدا باذن الله. لو لسه بقى مكملين معايا الفيديو لحد هنا وعجبكم، فحطوا لايك علشان يترفع وغيركم يستفاد من الوصفه الجميله دي. حطوا اللايك بقى، مش هتخسروا حاجه. هوريكم كمان شكله بعد ما قعدته ليله كامله في التلاجة. ده كان شكله يعتبر لسه ما تمسكش قوي، بس عايزه اوريكم ان هو مش بيتلج زي الميه، تمام؟ فبيكون معاكي كده اللي هو بيتكسر عادي، مفيش مشكله. شايفين تحفه جدا، يعني منين ما تحتاجيه هتلاقيه، وهيطلع معاكي بكل سهوله، مش هتسيبيه حتى يفك بره التلاجة. هتاخدي كده منه المعلقه تفضيها في الكاس بالشكل ده، وتزودي عليها الميه الساقعه او ميه من الحنفيه، وتزودي سكر لو حابه، او لو هو مش محتاج سكر فخلاص. بجد الميكس بتاع التمر الهندي مع الكركديه خطير جدا جدا. جربوه، متاكده هيعجبكم. تقدروا بقى تشربوه خفيف، تشربوه تقيل، حسب رغبتكم، معاكم في اي وقت هتلاقوه. لو مكملين معايا الفيديو لحد هنا، فانا متاكده خلاص ان انتوا حطيتوا اللايك. اشتركوا في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره، وشيروا الفيديو لو حابين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده. مع السلامه.